تجي تقول لي لا أنا باش نعمل دولة سادسة، شو نعمل دولة سادسة؟ إضافة لهذا تعمل دولة سادسة على أي أساس؟ قال لك على أساس تقرير المصير واستعمار. شو تقرير المصير واستعمار؟ على من تضحك يعني. أنا هذا دائما أردد هذا المثال. يعني أنت بالنسبة لك هذا، إذا المغاربة لما الإسبان خرجوا من تطوان ومن طنجة إلى آخره وكذا، كان المفروض أنه تكون دولة مستقلة. يعني شو الكلام؟ طبعا هذا كان جزء من المغرب. خرجوا الإسبان، جاءوا المغاربة أخذوا نفس الشيء. خرجوا الإسبان من الصحراء الغربية، جزء من المغرب أخذوا، انتهى الموضوع. لا قال لك لا سردية استعمال، كلام فارغ، كلام فارغ، كلنا نعرف الكلام فارغ. السياسة التي مشى فيها النظام الجزائري بالأساس انتهت بطريق مسدود. لا السردية أصبحت مقبولة، ولا واحد يشتري السردية نتاع الجزائري. إنه لا، احنا خطينا هذه مسألة ما بين البوليساري وكذا، ولا واحد يشتري هذه السردية، ولا واحد مازال يشتري هذه السردية الاستعمار المغربي، ولا واحد. إذا انتهت السردية. ثم السياسة هذه أثبتت فشلها. يعني في آخر المطاف إذا كان صار فيه معركة أو خصام، المغرب هو اللي يربح بالنقط، مش بالكاو، لكن بالنقط، نقطة 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 نقطة، وآخر نقطة هي قرار مجلس الأمن. بينما سياسة الحكومة الجزائرية انتهت إلى لا ربح ولا ما ربحت شيء، ولا شيء، ولا ربح ولا شيء، لا سياسيا لا اقتصاديا لا عسكريا. أنا أقول للإخوة الصحراويين أنتم ما خسرتم كثيرا في هذه. أنتم أكبر من الناس خسروا، هم كالمساكين الموجودين في تندوف. لأن أعتبرهم أوتاج من غير أدنى شك. أنا أعتبرهم أوتاج بتاع البوليساريو ومتاع النظام الجزائري. المعاناة هذا الأخوة الصحراويين يجب أن تنتهي، وهي لا تنتهي إلا بسيب حل هذا فندوق، خلي الناس ترجع سترى أنهم سيذهبون إلى الصحراء.